من التعليم عايزه اقول لحضراتكم خبر لطيف جدا جدا جدا. انا اول مره اشوف في حياتي حكومه بتنصب على مواطنين. هذه الاخبار لن تجدها الا في مصر، هذا من عظمه الشعب المصري. دايما تلاقي موظف، حاله فرديه، مش عارف مين نصب على مين، ناس بيتخانقوا مع بعض فيلجأوا الى القضاء، لكن حكومه تنصب على مواطنين. طيب لما انت اصلا تبقى عندك يعني جزء من الفساد، انت طالب ايه من المواطن يعني؟ النهارده الحكومه، القضاء الاداري بالاسكندريه ادى الحكومه درس. انا ما بتكلمش على الحكومه الحاليه او حكومه سابقه، انا يعني بتكلم على رمزيه الحكومه، الناس اللي مسؤوله عن البلد، اللي خد القرار بقى بتاع الوحده المحليه، اللي خد القرار بقى رئيس وزاره، اللي خد القرار وكيل اول وزاره. انا لا اتهم احد بعينه، انما انا بتكلم على انه محكمه القضاء الاداري بالاسكندريه الدايره الاولى في البحيره، الدايره الاولى برئاسه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجه نائب رئيس مجلس الدوله، حكم حكم بيربي فيه وبيعلم الادب للحكومه المصريه. قال لهم يا جماعه، لما يبقى في جمعيه من الفلاحين، رابطه كده او مجموعه من الفلاحين عاملين نفسهم جمعيه، المهم القريه دي في اسمها كوم حماده على ما اعتقد، او مركز كوم حماده، قريه من القرى دي فيها انتشار غير طبيعي لفيروس سي، وعندهم انتشار غير طبيعي للفشل الكلوي، وحاجات قالوا انه فيما بعد انها سببها الميه الملوثه. قام مجموعه من الفلاحين في جمعيه معينه تبرعوا بحته ارض. حته الارض دي عباره عن ايه؟ فدانين وقيراطين و7 اسهم، دي مساحتها، فدانين وقيراطين و7 اسهم. وقالوا للحكومه لو سمحتي اتفضلي يا حكومه، احنا بنساعدك اهو، عشان ما يبقاش كل حاجه على الحكومه، عشان ما تقولوش هي الحكومه هتصلح ايه ولا ايه. اتفضلي لو سمحتي قطعه الارض نحن نتبرع بيها ليكي على ان تنشئي فيها محطه لتنقيه المياه، عشان الفلاحين اللي في المنطقه دي واهاليهم واسرهم يشربوا ميه نظيفه، فالفشل الكلوي والامراض اللي بتصيبهم بسبب الميه الملوثه ما تبقاش موجوده. تقوم الحكومه المعظمه الموقره تاخد الارض تديها لمستثمر وتأجرها له، وهذا المستثمر يعملها في غرض آخر لا علاقة له لا بصحة المواطن ولا بمصلحة البلد، حاجة استثمارية خاصة بهذا يعني بهذا المنطق يعني. المستثمر بيعمل حاجات خاصة بيه هو. فطبعا احنا الحكم ما أظهرش بالظبط هل ده تم في حكومة دكتور محلب مهندس محلب، هل تم في حكومة دكتور ببلاوي، هل تم في حكومات أخرى، مش مهم. لا يعني وارد يكون ده تم في حكومات سابقة والحكم على ما طلع، إنما في النهاية رئيس الوزراء مشي، وكيل الوزير مشي. هو أنا مش عندي جهاز إداري في الدولة أقدر أحاسب اللي خد القرار؟ يعني مش في وكيل أول وزارة ده ثابت، غيرنا الوزير أو ما غيرناهوش ده يعني اللي معاه دولاب العمل. مش عندي موظفين في الإدارة المحلية، مش عندي ناس كانت مسؤولة عن هذا الأمر، وحتى وإن كان وزير وخرج من السلطة. وأنا في بلد بتعاقب ولا اللي بيخرج منها بينفذ بعملته؟ ما أجيب الحكومة اللي مسؤولة أو الموظفين المسؤولين عن هذا القرار وأعاقبهم. القضاء الإداري النهاردة قال لهم مش من حقكم، وقد أخليتوا بالاتفاق وبالعقد، والأرض دي تردوها لأصحابها من الفلاحين أو هذه الجمعية يعني مشكلة من الفلاحين، وإلزام الحكومة بدفع المصروفات والغرامات. وقال لهم إنه مش من حقكم أن أنتوا أخليتوا بفسخ التعاقد، ولا يحق للحكومة إنها تاخد أرض التبرع في غير ما قرر المتبرع أن يتبرع به في مجال آخر. يعني مش من حقك، هو مديها لك عشان تعمل له مدرسة، لو سمحت تعمل له مدرسة. عايز محطة مية، لو سمحت هو بيتبرع بيها بغرض انك تعمل له محطة مية، يبقى تعمل له محطة مية. لكن تاخدها وتسترزق من وراها عشان عندك مشكلة في انا ما بقولش طبعا المسؤولين بياخدوا فلوس ويحطوها في جيوبهم، ما بتروح في موازنة الدولة في الآخر، بس انا مش مشكلتي ان انت عندك مشكلة في عجز الموازنة، ومش مشكلتي ان انت مش لاقي فلوس. ما تنصبش على الغلابة. هو مديها لك عشان انت تعمل فيها محطة مية، تعمل فيها محطة مية تأجرها للمستثمر. يا نهار ابيض، هي في حكومه في الدنيا بتنصب على مواطنيها؟ طب يعني سبت ايه للمواطن العادي بقى؟ اذا كنت انت نوع من التدليس والغش والتزوير وعدم الالتزام وكل شيء،
مستني ايه من المواطن يعني اذا كانت هذه هي القدوه؟ مره تانية قد يكون الواقع حصلت في حكومات سابقه وانه الحكم بس صدر دلوقتي، لكن ما زال عندي ناس هي المسؤول. اذا كان وزير سابق هجيبه حكمه عشان يبقى عبره، عشان ما حدش من الوزراء الحاليين يعملها. اذا كان وكيل اول وزاره ولسه موجود احاسبه، اذا كان حد في المحليات ولسه وموجود احاسبه، ولو مش موجود وخرج احاسبه. لكن مش كل واحد يجي لي يومين يفسد في الارض واول ما يخرج من الوزاره ولا بتاع يكت ومفيش حساب.